انت متخيل ان صاحب ستاربكس كان موظف مرفوض من ستاربكس؟ طبعا انت هتقول ايه يا عم، فيلم همام في امستردام ده؟ بس ده حقيقي، وبطل قصتنا النهارده بدل توسكانيني وهمام هيبقى ستاربكس وهوارد شولدز. هوارد قبل ما يكون عامل في ستاربكس كان مدير فرع شركه سويديه. الشركه دي كان اسمها هامر بلاست، وكانت بتبيع مقطرات القهوه، ودي بتكون عباره عن فلاتر بتتركب على ترامس القهوه علشان تعزل حبوب القهوه عن المشروب، وبالتالي يبقى نقي وجودته عاليه. وفي الوقت ده كان ستاربكس مجرد محل صغير بيبيع حبوب القهوة والشاي والبهارات، وبيبيع معاهم ماكينة تحميص وإعداد القهوة، والمحل كان باسم ستاربكس كوفي تي اند سبايسز، يعني هم بيخلوك تعمل انت قهوتك في البيت. تقدر تقول ان هو كان بيبيع المواد الخام للقهوة، ورغم كده كان المحل بياخد كمية فلاتر كبيرة جدا من الشركة اللي شولدز شغال فيها، وده خلى هوارد يلاحظ ويستغرب ازاي يبقى مكان ناشئ ولسه جديد وبياخد كل الكميات دي من الفلاتر. ومن هنا قرر يزور ستاربكس اللي كان موجود في مدينة اسمها سياتل. وفعلا سافر هوارد، ولما وصل للمكان وشافه واتعرف على الملاك وشاف قد ايه هم بيحرصوا على جودة منتجاتهم ورضا العملاء، وكمان شرب معاهم القهوة، بقى مدرك ان هو عايز يشتغل في ستاربكس. بس طبعا معرفش يقنع الملاك بسهولة بالموضوع، واستنى سنة كاملة، وبعد السنة كان ده الوقت اللي تم فيه افتتاح الفرع السادس لستاربكس. بس الفرع ده كان اول فرع لستاربكس خارج مدينة سياتل، وملاك ستاربكس في الوقت ده عرضوا على هوارد ان هو يبقى مدير للتسويق بتاع الفرع ده، وطبعا دي كانت فرصه ما تتعوضش بالنسبه له وعرض مغري. وافق على طول واتنقل لمدينه سياتل، وساب مدينته اللي قعد فيها 29 سنه. وفي سنه 1983 سافر هوارد لايطاليا علشان يحضر معرض للادوات المنزليه ويجيب مستلزمات محتاجها ستاربكس. وهو ماشي في شوارع ايطاليا لاحظ ان في محلات قهوه كتيره جدا، ولاحظ كمان انها زحمه، وقرر يدخل محل ويشوف ايه السبب. ولما دخل جرب لاول مره في حياته القهوه الاسبريسو واللاتيه، وجي في دماغه فكره، ليه ما يكونش ستاربكس مكان مخصوص للناس بتروح فيه علشان تشرب القهوه اللي المكان بيعملها بنفسه، بدل ما المحل بيبيع حبوب القهوه علشان يطحنوها ويشربوها بالطريقه العاديه. وفعلا لما رجع من ايطاليا اقترح الفكره دي على الملاك اللي قابلوا فكرته بالرفض، وبعد الحاح كبير من هوارد وافقوا انهم يحطوا ماكينه قهوه اسبريسو في الفرع السادس. وفعلا حققت زياده في عملاء الفرع، وصلت ل 800 عميل، وباقي الفروع كان عدد العملاء مش بيزيد عن 250 عميل. طيب هل تتخيل ان الملاك اقتنعوا بالفكره؟ برضه لا، واكتفوا ان هم يبيعوا حبوب القهوه بالطرق العاديه. طبعا هوارد اتضايق جدا وعمل مشكله اللي بسببها اتعرض للرفض من المكان، بس علشان نبقى شيك هنقول ان هو قدم استقالته وراح يعمل المشروع لوحده. وفعلا قرر هوارد بعدها ان هو يفتح الشركه بتاعته وينفذ فيها افكاره اللي كان اسمها إلي جورنال. وفعلا شركته حققت نجاحات ممتازه، وقدر يفتح 3 فروع للشركه. وفي سنه 1987 قرروا اصحاب ستاربكس ان هم يبيعوه بكل فروعه، حتى بالمصنع بتاع تحميص القهوه. وبالرغم ان هوارد ما كانش معاه المبلغ المطلوب، بس قدر يقنع مستثمرين بالمشاركه معاه، وفعلا اشترى ستاربكس. وفي الوقت ده كان هيشيل اسم ستاربكس ويحط اسم إلي جورنال، بس لاحظ ان هو اسم صعب على العملاء لدرجه ان هم كانوا بيتلخبطوا في كتابته، فقرر ان هو يحتفظ باسم ستاربكس. واصل هوارد النجاحات لدرجه ان اسم ستاربكس بقى علامه كبيره في عالم القهوه، وعبر السنين كترت الفروع لحد ما وصل ستاربكس في 2021 لاكتر من 16226 فرع في 84 دولة. انا بقول لك كل ده علشان اعرفك ان انت كمان تقدر تبقى همام وتبقى صاحب توسكانيني. ولو لسه بتتفرج لحد دلوقتي ما تنساش اللايك والشير علشان نفضل نجيب الكلام اللي بين السطور.